معانا النهاردة فرخة مشوية هنعملها بطريقة جديدة وبطعم يجنن. الصدر بتاع الفرخة هيبقى معانا دايب من جوه كده زي الزبدة بالظبط ومستوية بطريقة جميلة مع الخضار اللي تحتها ده شارب من التتبيلة وطعمه يجنن. معانا بقى فرختنا، معانا مية بصل، معانا معلقة كبيرة من الفلفل، معانا ليمون، ومعانا جوز الطيب. الفرخة بتاعتنا نكون غسلينها كويس ومنشفينها. هنيجي بقى بالمعلقة نفتح الجلد بتاعها، نحاول كده على قد ما نقدر من غير ما نبوظ شكلها من بره. نعمل الفراغ اللي ما بين الجلد وما بين اللحم بالمعلقة زي ما انتوا شايفين كده بالراحة، عشان خاطر نعرف نسقيها التتبيلة براحتنا. تاني حاجة بالسكينة بقى بالراحة برضو هنحاول نشرح الصدر على قد ما نقدر كده بالراحة من غير ما نجرح الجلد بتاعها ولا نقطعه ولا نبوظ الشكل. اول حاجة هنسقيها التتبيلة، هتشرب من التتبيلة ويبقى طعمها جميل جدا بسبب ان احنا فتحناها كده. تاني حاجة هنبقى متأكدين ان الصدر استوى معانا وزي الفل، يعني دي خطوة جميلة برضو ان انتوا تعملوها وبالراحة من غير ما نبوظ الشكل بتاعها. بس نحاول برضو نعمل فراغات ما بين الوراك بتاعتها ونكون منشفين الفرخة ومظبطينها. خلاص نيجي بقى دول مية 2 بصلة، معلقة كبيرة من الفلفل الأسمر، عصير 2 ليمونة كبيرة أو 3 ليمونات لو الليمون بتاعكم صغير، معانا رشة جوز الطيب، ممكن تزودوا بهارات زي ما انتوا عايزين، والملح. ممكن تزودوا بقى البهارات اللي تعجبكم، عايزين تحطوا حبهان، عايزين تحطوا زعتر، عايزين تحطوا روزميري، اي نوع بهارات بتحبوه هتضيفوا معاهم. بس يعني انا مكتفيه بالبهارات دي، بتدي طعم جميل جدا وبسيطه. هنسقي بقى التتبيله بتاعتنا وندخلها كده ما بين الفتحات اللي احنا عملناها كويس عشان الصدر يشرب من التتبيله وتدي طعم جميل. وبرضو الفتحات اللي احنا عملناها في الاوراق بالسكينه نحاول نسقيها على قد ما نقدر بالتتبيله دي ونظبطها كده ونسيبها تشرب هو تتبل معانا مظبوط. خلاص هنخلص كل الكميه وندعكها من بره ومن جوه وكده خلاص تمام. هنغطيها بقى وندخلها التلاجة 2-3 اقل حاجه، عايزين تسيبوها ليله كامله هتبقى جميله جدا وتشرب بقى وطعمها يبقى احلى كمان. ونروح للخطوة اللي بعد كده اللي هي هتفرق معانا قوي. معانا كوباية زبدة، معانا بقدونس، معانا معلقة روزميري وفلفل أسمر وزعتر. هنبدأ بقى نضيف البقدونس بتاعنا حوالي 4 معالق كبار من البقدونس مع الروزميري مع الفلفل مع الزعتر. عايزة الزبدة ما تكونش طرية قوي عشان واحنا يعني ما تسحش معانا بسرعة يعني. ومعانا الملح. هنقلب بقى المكونات دي زي ما قلت لكم، مش عايزه الزبده تكون طريه قوي عشان اعرف احشي بيها زي ما هوريكم دلوقتي. في الخطوه اللي بعد كده زي ما بقول لكم دي اللي هتفرق معانا في الطعم جامد جدا للفرخه والتسويه والطراوه بتاعه الفرخه، هتدينا نتيجه جميله جدا. هنجيب بقى الفرخه بتاعتنا بعد ما اتبلت وشربت التتبيله بتاعتها، قعدت 2-3 عايزين تسيبوها ليله في التلاجة زي ما قلت لكم، هتبقى جميله جدا. نيجي بقى للخطوه اللي بعد كده، الزبده هو اللي انا قلت لكم مش عايزاها تبقى سايحه قوي عشان واحنا بنحشيها بالطريقه دي كده. عايزاكم تحشوا الصدر بتاع الفرخه من فوق ما بين الجلد زي ما انتوا شايفين كده، ونوزعها على الصدر كله بالكامل، وندخل جوه الفتحات اللي احنا عملناها بالسكينه برضو عشان الصدر معانا بيطلع طري جدا جدا وجميل وطعمه يجنن مع الزبده والبقدونس، حاجه كده جميله. وهحط برضو ما بين الاوراق زي ما انتوا شايفين كده كل كمية الزبدة هنستعملها، مش هنحط معلقة او 2، لا كل الكمية هنحشي بيها الصدر كويس وما بين الاوراق برضو. هنجيب بقى انا ربطت رجل الفرخة بالفتلة زي ما انتوا شايفين كده بنفس الطريقة دي، قفلت رجليها. وبعدين هنعمل بقى ندخل على المرحلة اللي بعد كده. بعد ما ظبطنا الفرخة هنجيب صينية هنحط فيها الخضار بتاعنا، بطاطس، جزر، كوسة وفلفل الوان وتوم، فصوص توم. هتقطعوهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مش عايزينها تكون صغيرة قوي عشان ما تتهريش مننا. البصلايه اللي احنا بشرينها في اول الفيديو واخدين المية بتاعتها اللي احنا متبلين بيها الفرخة مش هنرميها، هنحطها نستعملها دلوقتي مع ملح وفلفل. عايزين تزودوا بهارات اكتر من كده ده هيرجع لكم برضو، بس انا مكتفيه ان الفرخه هتنزل لسه الطعم بتاعها اللي يجنن ده بالزبده بالبقدونس بالبهارات اللي احنا حاطينها، هتدينا طعم جميل. خلاص كده هنقلب كل المكونات مع بعض
كل الخضار الجميل ده هيدي طعم تحفة تحفة تحفة. يعني جربوا الوصفة هتعجبكم قوي. هنجيب بقى الفرخة بتاعتنا بعد ما ظبطناها كده، هنحط ورقة زبدة على الوش الأول قبل الفويل عشان ندخلها الفرن. درجة الحرارة تكون عالية في الأول، يعني على 250 مثلا كده، ولمدة نص ساعة. النص ساعة تانية نهدي النار على 180. هتستوي معانا، مش هتاخد وقت خالص، ساعة وربع بالكتير قوي. واخر ربع ساعة هنشيل الفويل من عليها، تتحمر تحت الشواية، هتطلع معانا بالشكل الجميل ده ومستوية من جوه، وطعم الفراخ جميل قوي. حاجة جميلة يعني، جربوها وقولوا لي رأيكم. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك وشير وكومنت، واشوفكم على خير يا رب. والسلام عليكم.